قديسنا النهاردة كان عايش زي الملاك على الأرض، شفاعته قوية جدا وسريع الندى. هو القديس أبونا سمعان الأنبا بولا. كان اسمه جوزيف موريس اسكندر، واتولد يوم 3 أكتوبر سنة 1970 في شبرا مصر. اتولد جوزيف من أبين طيبين جدا بيحبوا خدمتهم لربنا، وكان والده دايما يقول لأمه أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس، إن هو يكون إنسان بيخاف الله. وانتقل والده للسما وسمعان كان عمره 7 شهور، وبدأ يكبر سمعان وكان هادي ووديع جدا والناس كلها بتحبه. وتعلم في مدارس القديس يوسف المارونية بالظاهر، وكان محبوب جدا من صحابه ومن كل المدرسين بتوعه. كمان كان متفوق جدا في دراسته وكان من الأوائل. كان بيحب القراية والرسم، ولما جت والدته جابت له نتيجة الابتدائية وكان جايب 98.5%، كانت فرحانة جدا. لكن هو كان متضايق وما كانش فرحان بالنتيجة، فبتقوله انت جايب اعلى مجموع. قال لها انا زعلان ان انا نقصت 1.5 درجة، كان المفروض ما يدعوش مني. فمامته اتعجبت جدا من تفكيره وهو في السن الصغير ده. وقدسنا بقى شماس في كنيسة السيدة العذراء مريم بعياد بيك، ودي الكنيسة اللي خدم فيها، وكان مسؤول عن حصص الشموسية والألحان قبل رهبنته. وارتبط بالكنيسة جدا وهو صغير، وكانت كل حياته، وكان متقن جدا للغة القبطية من صغره، وواظب على حصص الألحان والتسبيح، والتلمذ على ايد الكهنة والشمامسة. وقال خادم انا اعرفه من وهو صغير، قال انه كان وديع وهادي جدا لغاية ما اتخرج من الجامعة، وكان مثالي في كل حاجة، ولا مرة اتخانق مع حد ولا مرة زعق لحد، ومفيش مرة كنت اسأل سؤال ما كانش يعرف يجاوبه. عشان كده كنت بسيبه دايما للآخر، لان انا عارف ان هو هيجاوب صح. وكان بيشارك في أنشطة التربية الكنسية، من دراسة كتاب مقدس وحفظ مزامير وأبحاث وأرقط ومكتبة الشرايط وحاجات تانية كتير. وكان بيصنع العرايس بكميات وأشكال كبيرة جدا ومختلفة عشان يقدموا بيها القصص في المسرح للأطفال، وكان بيحصل ده بطريقة مشوقة جدا ومختلفة، ولسه لغاية النهاردة الكنيسة بتستخدمها رغم ان عدى كتير جدا من السنوات عليها. بدأ يفكر في الرهبنة وهو عنده 12 سنة، فخافت مامته عليه من ان هو ينشغل عن دراسته، فراحت قالت له خلي بالك الأديرة مش بتقبل الرجالة الناجحين في كل حاجة، وانت لسه صغير وتلميذ، فلازم تكمل دراستك وبعدين تشتغل. اول ما تكون في قمة نجاحك وقتها تفكر في الرهبنة وتضحي بكل شيء من اجلها، وبكده هتكون راهب. وكان قدسنا اول من جذب الشباب والاطفال من الشمامسة لسهرات التسبيحة طول الليل في ايام السنة القبطية والميلادية وليلة الست العذراء، والشباب حبوا ده جدا، واصبحت دلوقتي مليانة بمختلف فئات الشعب. وبعدين دخل فصل اعداد الخدام وخدم كنيستين، الست العذراء بعياد بيه وماري جرجس بجزيرة بدران. وكمان ساهم في تأسيس الخدمة الشماسية، الألحان والتسبيحة والطقوس واللغة القبطية في كل المراحل، بالإضافة لكبار السن والسيدات. وكمان اشترك في خدمة إخوة الرب. كان بيحب يحضر جدا أعياد القديسين في كنايسهم. وابونا مينا تامر بيقول، اللي هو كان أب اعترافه، انه ارتبط بالقديسين جدا، وخاصة القديس توماس السائح. وبيقول ابونا انه بيرجع له الفضل في رجوع رفات ابناء القديس توماس السائح لكنيسة العذراء بمصرة، وده عشان علاقته الطيبة وارتباطه بالقمص ابراهام الصموئيلي امين دير القديس توماس السائح. والقديس سمعان في بيته كان بيقضي وقت طويل جدا في الصلاة، وبالاخص بالليل. كمان كان بيقرأ كتاب مقدس بشغف شديد جدا والفترات طويلة. كان بيحب قراية الكتب الروحية وتعليم الآباء زي الشيخ الروحاني والقديس دوريسيوس والقديس يوحنا وماري إسحاق السورياني والقديس أغريغوريوس. كمان حب كتب الرهبنة والحياة النسكية، وتعود على الخلوة دايما في الدير، وبالأخص دير الأنبا بولا. وحصل قدسنا على بكالوريوس هندسة مدنية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان الثامن على دفعته في يوليو 1993. ولما بدأت معاه فكرة الرهبنة وهو عنده 12 سنة، اتزرعت جواه طول السنين دي، فكان دايما بيحب يروح دير الأنبا بولا اللي كان ساكن في قلبه. وفي يوم 19/9/97 اترسم راهب في دير الأنبا بولا باسم أبونا سمعان الأنبا بولا،
بإيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا أغاثون أسقف ورئيس دير الأنبا بولا. واتعرف في دير بضيفه الملائكي لأنه كان على طول مبتسم وهادي وكان متواضع جدا. وقال عنه أحد آباء الدير بأنه كان واخد من عمله اليوم بالدير وسيلة لربح النفوس، فكان دايما بيقود ويشجع الشباب على الاعتراف والتناول. واتقال عنه أنه كان راهب متجرد وناسك جدا، فكانت قلايته خالية من أي مقتنيات، وكان دايما بيشيل صليبه كل يوم وهو شاكر ربنا مبتسم. واترسم قسطا بيد صاحب القداسة البابا شنودة الثالث يوم 13 أغسطس 2002. ويوم 17 سبتمبر 2002 سافر مع نيافة الأنبا أنطوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا عشان يخدم معاه هناك في نيوكاسل، ودعي للخدمة في كنيسة ماري جرجس والبابا أثناسيوس الرسولي بنيوكاسل بإنجلترا. وكل الناس شهدت له بأنه هو متفاني جدا في خدمة رعيته، واهتم أكتر بالشباب والأطفال، فكان بيعد وعظته بالإنجليزية والعربية عشان كل الناس تفهم. وكان دايما بيحب يفتقد الأسر في منازلهم، وسكن في قلوب الناس كلها. وكمان شارك في شراء وبناء دير البابا أثناسيوس الرسولي في إنجلترا، واختاروه إنه يكون الكاهن المثالي للإبراشية في عيد الأنبا أنطونيوس يوم 30 يناير 2004. وده عشان الناس كلها كانت بتحبه من الشعب والكهنة. وفي الوقت ده بدأت معاه تجربة المرض. أول حاجة اكتشف في فبراير 2005 بأنه بيعاني من فشل كلوي حاد جدا، وتحمل صليبه كانت ابتسامة الشكر مش بتفارقه أبدا. ورغم معاناته في المرض كان بيخدم رعيته بكل أمانة، وبدأ في عمل الغسيل الكلوي. تاني حاجة كان بيعاني من مرض اسمه ميلوما في النخاع العظمي، وده مرض نادر جدا بيجي الحالة في كل 7 مليون واحد، وكمان بيجي لكبار السن فقط، وهو مرض خطير جدا ومحدش يقدر يتحمل وجعه. وفي أواخر أيام أبونا سمعان على الأرض قرر الأطباء إن يوقفوا العلاج الكيماوي من أول أغسطس، عشان لقوا إنه مش جايب أي نتيجة، ده بالعكس بيأثر سلبي عليه. وهنا وقفوا كل الدكاترة عاجزين عن عمل أي شيء، لأن كانت كل أجهزة جسمه معطلة. وراحوا قالوا لأبونا وصرحوه بحالته الحرجة. أبونا قابل كلامهم ده بسلام كأنه ما سمعش أي حاجة، ده بالعكس في الفترة الأخيرة ازداد حيوية. وفي يوم الأربعاء 17/8 كانت مفاجأة إن هو يروح لدير البابا أثناسيوس اللي كان بيحبه جدا وبذل فيه وقت ومجهود كبير جدا، وكان بيبعد عنه 2.5 ساعة تقريبا. وفي الدير اتقابل مع واحدة ست كانت جاية هي وأسرتها من جنوب إنجلترا، كانت على بعد ساعات سفر طويلة جدا، وكان نفسها تشوف قوي أبونا سمعان. وقالت له إنها طلبت من الست العذراء إن هي تشوف أبونا، والموضوع ده كان تقريبا مستحيل لأن أبونا طول مرضه ما راحش ولا مرة الدير. ولما راح الناس كلها فرحت جدا ومجدوا الله، وقضى ليلة جميلة هناك. وتاني يوم الصبح كان يوم الخميس صلى القداس مع نيافة الأنبا أنطوني والآباء الرهبان، وكان صوته مسموع وواضح جدا لكل الشعب. ورجع بالليل على نيوكاسل. ويوم الجمعة أصر أبونا إن أخوه يقعد معاه في المستشفى طول فترة الغسيل الكلوي، وده كان على غير العادة. وفي يوم السبت الصبح أصر أبونا إن هو يخرج ويسوق عربيته وياخد معاه أخوه عشان يشتري بعض الحاجات، لأن عارف إن نيافة الأنبا موسى جاي لنيوكاسل وكان لازم يستعد لمجيئه. ويوم الحد كان مرهق جدا ومقدرش يروح للكنيسة، فراح جاله أبونا صليب وناوله. بعد كده راحوا للمستشفى، فالدكتور قال إن هو لازم يبيت في المستشفى اليوم ده. يوم الاثنين الصبح كان يوم 22/8/2005 جه أبونا صليب وأخوه بعد قداس عيد العذراء، فلقوا أبونا بيستعد لعمل الغسيل الكلوي، فكانوا جنبه وقعد يتكلم معاهم شوية. وبعدين فجأة راح رشم الصليب على صدره بوضوح جدا وأسلم الروح. وأخيرا جت الساعة اللي كان بيستناها من بدري قوي، وكان حاططها قدام عينه طول الوقت، وتحرر من كل التعب كل الأوجاع، وانطلقت روحه النقية للسماء عشان يرث النعيم الأبدي اللي وعد بيه الرب للي بيحبوه. وكان يوم 22/8/2005 عيد الست العذراء. بركة صلوات أبونا سمعان تكون مع جماعنا أمين. وفي معجزة جميلة قوي بتحكيها واحدة من الراهبات، بتقول إنها في يوم اتقابلت مع راهبة مش مصرية، كانت بتتكلم عربي لكنها ما كانتش بتعرف تقرأ عربي، فعرفتها على أبونا سمعان
وشافت معايا الكتاب بتاع ابونا سمعان، فطلبت مني ان انا اقرا لها من الكتاب بتاعه. فحكيت لها عنه واديت لها صورة لابونا سمعان مع البابا شنودة، فخدتها وفرحت بيها جدا وعلقتها في قلايتها، وكانت بتتأمل في حياته وازاي وصل للسما بسرعة كده. وفي يوم وهي في الدير الكهرباء قطعت عن الدير، فاتفاجئت ان لقت نور قوي جدا طالع من صورة ابونا سمعان والبابا شنودة، ونورت القلاية بتاعتها كلها. ففرحت جدا وتعزت قوي، وبقى ابونا سمعان صديقها وشفيعها. المعجزة دي من كتاب طيف ملاك الجزء الثالث. بركة وشفاعة ابونا سمعان تكون مع جميعنا امين. لو اول ما تسمع سيرته ابعتها للناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.